بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم هي غراتان البطاطا والسلق في المقلاة، وصفة اقتصادية بدون لحوم وسهلة التحضير. تبعوا معايا باش نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. باش نحضروا هذه الوصفة نحتاج حبة بصل مقطعة رقيق، حبة طماطيش صغيرة مسكرفجة، عندي الثوم، ملح، فلفل كحل، قزبر، ملعقة طماطم مصبرة، وعندي شوية فلفل عكري حار، وعندي مكعب جumbo دجاج، وعندي قزبر، وعندي حبات بطاطا نقطعهم مكعبات صغار، وعندي السلق فورته وقطرته من الماء تاعو. في مقلة نحط الزيت يسخن، ندير فيه البصل، نخليه حتى يتقلى مليح ويذبال هكذا. ومن بعد نجيب الحبه نتاع الطوماطيش نزيد نديرها، نزيد نضيف معاهم الثوم وليزيبيس، فلفل كحل وقزبر، وعندي الملح وطماطيش مصبره، وعندي شويه فلفل عكري حار. نحرك كامل المكونات ونخليهم يطيبوا. في مقله واحده اخرى ندير الزيت نخليه حتى يسخن مليح، ومن بعد نجي ندير فيه البطاطا المقطعه الى مكعبات باش تتقلى. بعد ما تتقلى لي البطاطا نديرها في طبسي نخليها بجهه. نرجع لاصوص تاع السلق تاعي، راهي طابت خلاص، طاب البصل وطماطيش. نجيب السلق تاعي ونضيف فيه ونخلط كامل المكونات هكذا كما راكم تشوفوا. نجيب المكعب تاع جومبو نديرو لاصوص تاعنا ونفتتوه ونخلط مليح. هكذا نزيد نجيب البطاطا تاعي اللي كنت قليتها من قبل، نزيد نضيفها ونحرك كامل المكونات تاعي. هذه الفلفله الحاره كنت طيبتها في الاول مع لاصوص تاعي. نزيد نضيف القزبر تاعي ونخلط كامل المكونات، والسلق تاعي هكذا يكون جاهز. نجيب 4 حبات بيض، ندير لهم شويه ملح ونديرهم فوق السلق تاعي، نغطي على المقله تاعي ونخلي البيض تاعي يطيب مليح. ومن بعد نجو نشوفوا الكراطه تاعنا واجد. هاوليك الكراطه تاعنا واجد، خرج يشهي وبزاف بنين. وصفه اقتصاديه بلا لحم بلا دجاج وبطريقه بزاف سهله، تقدر توجد في ربع ساعه. وكنت طيبت مع السلق تاعي كسره رخساس ولا كسره فطير، كل واحد كيفاش يسميها. هاي ليك. هنا نكونوا كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.